الموت هو الشيء اللي المؤمنين وغير المؤمنين يتفقون عليه، لأنه بعكس الادعاءات الدينية الموت هو الشيء فينا نشوفه عم يصير حوالينا بشكل يومي، مو بس مع البشر، مع الحيوانات والنباتات وأي كائن حي. الموت مثل الحياة ما في عنا وصف دقيق لشو هو، لكن بالنسبة لنا البشر، نحن البشر من اللحظة اللي بنولد فيها الخلايا تاع جسمنا عم تتجدد وتموت بشكل دائم، وهي الآلية على مدى الزمن بتبلش تتباطأ، وهذا الشيء نحن بنسميه كبر السن، وهذا التباطؤ بيصل لمرحلة الوقوف، وهي الخلايا ما عم تقدر تجدد حالها، ونحن بكل بساطة بنموت. وبعد ما نموت هي الذرات والطاقة اللي بيوم من الأيام كونتنا ما بتختفي أو بتروح أو بتموت مثلنا، لا، لأنه هي من الأساس ما كانت عايشة. يلي نحن بنسميه حياة هو ميزة انبثاقية عن التكوين تبع هي الذرات والمادة والطاقة، ومادتنا وطاقتنا هي من المادة والطاقة الأساسية تبع الكون التي لا تفنى ولا تستحدث من عدم، بس تتغير من شكل لشكل آخر. فأي كائن حي هو بيخاف من الموت، غريزة البقاء أكيد. ما في يعني لا يصح أن ينتقل الانتقاء الطبيعي جينات قاتلة أو جينات تريد الموت أو جينات تريد الاندثار. قطعا الجينات التي بقت، الجينات التي سيطرت، هي الجينات اللي كان عندها حب الحياة. أي طفرة جينية خلت الكائن الحي الغير مبالي للموت، فهيدا شخص رح يموت وما عاد عنده اوف سبرينج او نسل، ما عاد عنده نسل بانه هو ينجب منهم. مش بس يعني واي شيء قريب للموت، يعني مثلا الخوف من الظلام، الخوف من المرتفعات، الخوف من الحشرات بالنسبه لنا مثلا. سو هيدي امور هي غريزيه. يعني تخيل انت كائن ما كان عنده غير مبالي بموضوع المرتفعات، وعم يمشي بمكان كتير وعر بجبل عالي وما فارق معه ولا عنده اي خوف، وبيوقع وبيموت هيدا الشخص. مين اللي نجا بالحياه؟ هو اللي ما جازف هيدي المجازفه لانه خاف. فنحن ورثنا منهم هيدي الحاله. يعني فكره العدم بحد ذاتها هي فكرة جديدة عليك. أنت لا تزال مأخوذ في فكرة الأبدية، والطريف بالموضوع أنه جميع المؤمنين يعتقدوا أن الأبدية بعد الموت سيذهبون إلى الجنة، علما أنه جميع الدلائل الدينية نفسها يعني تشير إلى أن الغالبية سيذهبوا إلى النار وليس إلى الجنة. لكن البشر اعتادوا أن ولا زالوا معتادين أن يساعدوا أنفسهم في تقبل الموت بأن يتخيلوا أنفسهم في الجنة. ففكرة العدم بعد جديدة عليك ملحد من بضعة أشهر. أكيد رح تعاني أول فترة بتقبل أنه أنت ما رح تعيش في الجنة لاحقا، لا، أنت حياتك رح تنتهي ورح تروح للعدم. لكن بحب ذكرك هيدا العدم نفسه اللي أنت كنت فيه قبل ما تولد. أنا بتخيل إنه ما كان عندك أي مشكلة معه على الإطلاق، وأنت ما حيكون عندك أي مشكلة معه بعد ما تموت. لهذا السبب أنا ما بخاف من الموت، مو لأني شجاع، لأني بكل بساطة متعود على الموت وعلى عدم الوجود واللاوعي. وإذا حابين تعترفوا أو لا، أنتوا كمان متعودين على الشيء نفسه. نحن صلنا ميتين أو غير موجودين ل 13.8 مليار سنة، لذلك ما عندي مشكلة بمليارات السنين اللي حيتابعها الكون من بعد ما أنا موت، لأني ما حأشعر فيها مثل كيف ما شعرت بال 13.8 مليار سنة السابقة. بالنهاية بعرف إن هي الأفكار قد تبدو عدمية. ممكن حدا يجي يقول لي انت هي الافكار العدميه تبعك هي سبب انه انت انسان تعيس بحياتك وما عندك اهداف ومالك سعيد وعم تنتظر الموت الحتمي، وحتى هذا الشيء بيبرر انك انت فيك ترتكب جرائم او تنكح اختك او امك مثل قابيل وهابيل، لان الكون بنظرك والحياه ماشي بحتميه ماديه صارمه من دون اي عقاب. لكن هذا كلام غلط 100%. انا انسان سعيد جدا بحياتي وعندي كتير اسباب اني تابع وعيش الحياه حتى الشغلات الصعبه، وعندي كتير ناس بحبهم وهن بيحبوني. وفكرة انه الكون والحياة قد يبدو انه ما لهم هدف او معنى، هذا الشيء ما بيعني انه انا حياتي ما لها هدف او معنى، بالعكس، هذا الشيء بيعني انه انا اللي بقرر شو هو الهدف والمعنى تبع حياتي. واذا الحياة هي بس الفترة المؤقتة اللي بنعيشها من وقت ما بنولد ووقت ما بنموت، ومن بعدها بنرجع لنكون ذرات وطاقة من دون مشاعر او وعي بهالكون، هذا الشيء معناته الهدية الحقيقية هي الحياة مو العكس. صديقي، للحياة قيمة لأننا سنموت. لو كان عندنا عدد لا نهائي من الأيام لن تجد حافز لتقوم بأي شيء، لن تجد حافز لأن تغادر فراشك في الصباح. ستفقد الحياة أي قيمة لها، ستكره نفسك وستكره الحياة نفسها، ستصبح مكتئب لأنك لن تموت. هذه قاعدة معروفة بالاقتصاد والبيولوجيا: الكثرة تذهب القيمة والندرة ترفع القيمة. ففكرة أن الحياة محدودة بسنوات قليلة وهي كثيرة عمليا علينا وعلى جهازنا النفسي بالمناسبة تجعل لها قيمة. أنا ما بدك رأيي بالموضوع، أنا شخص متقبل للموت لأبعد الحدود، ويعني بعت لي موت اليوم لموت ما عندي مشكلة. ف... فأنا شيلني على جنب من هيدا الموضوع. الحالة العامة إسماعيل، شوف، أنا مع موضوع تقبل فكرة الموت وموضوع الحزن. أنا برأيي هما موضوعين منفصلين تماما. موضوع تقبل فكرة الموت وموضوع الحزن هو موضوعين منفصلين. أن تكون واقعي
وتعرف أن هناك موت، وتعرف أنه كل الناس حتموت اللي حواليك، كلياتنا بنعرف هيدا الشيء. هيدا أنك تكون واقعي، هيدا أنك تكون موضوعي. اما انك تحزن او ما تحزن هيدا موضوع اخر. اكيد من الطبيعي انك انت تحزن بس يفارقك حدا عزيز عليك. اذا سافر شخص عزيز عليك رح تحزن وانت ما عاد تشوفه، مع انه ممكن حتضل تتصل فيه على السكايب او على التليفون. فما بالك بوقت هو حيتوفى وانت ما تعرف انه ما عاد تحسن تحكي معه مره ثانيه او تشوفه مره ثانيه بحياتك ابدا، فاكيد انت رح تزعل. يعني فهيدا موضوع الحزن موضوع طبيعي، انا ماني شايف فيه اي مشكله. لازم يعني عادي انك تحزن على شخص بتعزه. فموضوع الحزن مالي شايف فيه اي مشكله، لكن طبعا بده يكون حزن كمان عقلاني. يعني انت بدك تكون حزين لسبب ما، هذا ما له مبرر لانك انت تخترع اشياء لحتى انت تعالج فيها هيدا الحزن. يعني نحن منا اطفال صغار يا اسماعيل، يعني الطفل الصغير ممكن بيزعل على موضوع فانت بتضحك على عقله بكلمتين فهو بيتناسى هيدا الموضوع او بلا بلا بلا. نحن عم نعمل باعتقادات الاديان نفس الفكره بالضبط. فنحن عم نزعل من فكره الموت، عم نضحك على الناس بانه لا في حياه ثانيه وفي ما بعرف شو، تماما مثل ما بتعمل مع الطفل الصغير. وهيدا برايي موضوع ريديكولس او سخيف. فما عندي مشكله انه الواحد يحزن على شخص مات، لكن هذا الحزن ما هو مبرر على الاطلاق لانك انت تخترع اي فكره. على مو بس الموضوع الديني، يعني في ناس بتتخيل انه اللي بده يموت رح يصير روحه عم تحوم حواليه بالمكان وعم تطير. في شخص بيتخيل انه اللي حيموت ما بعرف روحه كيف رح تصير، او هو رح يضل موجود معه بنفس الغرفه وكذا. افكار كثيره ما بتفاصيلها، لكن كلياتها ليست مبرر يعني لانه انت حزين انك تخترع اي شيء غير عقلاني. تقبل فكرة الموت، أنت مطالب وأنا مطالب إذا بدنا نكون أشخاص واقعيين بأنه نتقبل فكرة الموت ببساطة شديدة. يعني هي قوانين اللعبة هيك، قوانين اللعبة في الحياة هيك، إنه كل الناس رح تولد، حتعيش حياتها، حتتعذب، حتشوف أيام حلوة، حتشوف أيام بشعة، ورح تموت بالأخير. هيدي اللعبة يعني هيدي القانون العام اللي ماشي على كل الناس. إذا أنت بدك تكون غير متقبل للفكره فانت بس عم تزعج نفسك بالموضوع. وقت انت مالك متقبل لفكره الموت وبدي ضل متضايق وانا بدي موت بعد 20 سنه، لا ممكن موت بعد 30 سنه انه وظفك. يعني شو الحياه اللي انت عايشها وانت عم تفكر هيك؟ وصدقا في اشخاص بيفكروا بهيدي الطريقه، يعني كرهان حياته كلها لانه هو بده يموت، واخر شيء بيوصل لفكره بيقول لك انه خليني انتحر اليوم واخلص غير موت بعد 30 سنه. انه وظفك. يعني كيف الفكره هي زبطت في راسك؟ انت عندك هيدي الفرصه بالحياه، عيش فيها، تمسك فيها لأطول وقت ممكن، استمتع فيها لأكبر قدر ممكن، وبعدين بيجيك وقت اللي بدك تتوفى فيه مثل أي حدا تاني. فكرة الموت رح تموت أنت وأنا وأي حدا تاني، فودك تموت أنت رح تموت وأنت الموضوع ما فارق معك. وصدقني من خلال قراءاتي لسير العظماء أو الشخصيات اللي أثرت بالتاريخ سواء كفلاسفة أو علماء أو أدباء أو كذا، لاحظت هيدا القاسم المشترك انه تقريبا كلياتهم ما كان عندهم مشكله مع فكره مع الموت. يعني حتى كانوا عم يواجهوها بكل جسارة. يعني اذكر هذا الموضوع تماما. وحتى اذكر ببعض مثلا، يعني بتذكر مثلا سيغموند فرويد باحد كتبه، هو عباره كان عن مجموعه محاضرات، فباحدى المحاضرات كان عم يقول انا هلا في عندي مرض عضال ويمكن ما رح احسن نكمل بالابحاث تبعي. هذا الكلام كان باول العشرينات من القرن الماضي. يمكن ما احسن كمل بهذا البحث تبعي لانه المرض تبعي على الاغلب رح يخليني يموت قريبا، فانا برشح فلان وفلان انهم يتابعوا هيدي الابحاث تبعي وبلا بلا بلا. كان عم يحكي الموضوع بشكل كتير نورمال. فعم بقرا بكتاب اخر له محاضره بعد 10 سنين، فذكر هذيك الفكره، قال انا اجتني هذا الوقت اللي تخيلت حالي حموت فيه، فانا بس وقفت الابحاث تبعي وبلشت اعمل ريلاكسيشن وكذا، وبعدين عمل عمل جراحي وضل عايش. حتى ذكر قصه انه اجتمع مع، راح عن بالي اسم الفيلسوف اللي اجتمع مع احد الفلاسفه المهم، وقال سيغموند فرويد انه هيدي كانت احدى اللحظات اللي اثرت بحياته. طار عن بالي اسمه هلا الشخص. المهم هيدا الفيلسوف كان عم يتمشى هو سيغموند فرويد، فهيدا الشخص عطاه لسيغموند البريف كيس، الشنطه اللي ماسكها اللي فيها الورق تبعه، وقال له خلص كمل انت ماشي، انا بدي ارتاح شوي. قال له شو في؟ قال له بلش يجيني اوجاع تبع الازمه القلبيه، فانا بدي اقعد وريح شوي، فما بعرف يا بموت يا بضل عايش، بس انه خلص انت روح خليك نكمل طريقك لا تعطل. بهالبساطه. فقال انا صعقت انه بهيدي البساطه تعامل مع الموضوع انه بيقول له اتركني وروح انا يمكن رح اموت هلا بعد شوي. فهيدا الموضوع بتشوفه. يعني حتى الخطاب الشهير او الجمله الشهيره اللي قالها اينشتاين وقت اللي عرضوا عليه عمليه جراحيه وتنقذه من الموت المحتم اللي كان متجه له، اينشتاين بكل عظمته، بكل نجاحه، بكل شهرته المنقطعه النظير، شو قال؟ قال اريد ان اذهب عندما اريد، لا يوجد طعم لإطالة الحياة بشكل مصطنع، لقد شاركت بنصيبي منها وحان وقت الذهاب،
وسأذهب بأناقة.